السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشرع الألماني مع محمود التلباني. ولسه مكملين مع بعض يا شباب مع die regelmäßigen Verben أو الشفاخ اللي هي الأفعال العادية في اللغة الألمانية. فالنهاردة إن شاء الله في التايل 2 الجزء الثاني مع الأفعال هنتعرف على أفعال جديدة، قائمة أفعال جديدة، بحيث ان احنا الفوتشاتس بتاعتنا تزيد في اللغة، تبتدي تكتب، تبتدي تعرف الافعال اللي انت بتستخدمها في حياتك اليومية ما يقابلها بالالماني. وبالنسبة للقاعدتين الشاذين اللي احنا اتكلمنا عنهم الحلقة اللي فاتت، هنبتدي برضو ناخد قوائم ليهم بنفس القواعد بتاعتهم. فيلا بينا نبدأ. لوس جيتس. عندنا هنا الشفاخ فيربن. اول فيرب معانا النهاردة هو فيرب liegen يعني يستلقى او يركض. طبعا احنا عارفين ان هنا دوت الفيرب شتام، تمام، ودي الاندونج زي ما قلنا يا اما اي ان يا اما ان. فمع ايش بنحط ايه مع الفيرب شتام، فهتبقى ايش ليجا انا اركض او استلقى. دو liegst انت تركض. sie es liegt هو او هي او المحايد يركض. wir نحن liegen نحن نركض. ihr liegt أنتم أو أنتن تركضوا. sie هم أو sie حضرتك للمخاطب liegen يعني هم أو حضرتك للمخاطب يركضوا. تمام. طيب الفيرب اللي جاي معانا هو فيرب machen. machen يعني يفعل، فالفيرب شتم mach و en فهيبقى ich mache du machst sie es macht wir machen ihr macht sie وزي حضرتك machen. أنا أفعل أنت تفعل هو هي محايد يفعل نحن نفعل أنتم أو أنتن تفعلوا هم أو حضرتك تفعل. طيب الفيرب اللي جاي معانا هو wohnen يعني يسكن. wohnen فهتبقى ich wohne أنا أسكن. du wohnst أنت تسكن. sie es wohnt هو يسكن. wir wohnen نحن نسكن. ihr wohnt أنتم أو أنتن تسكنوا. sie وزي للمخاطب حضرتك للمخاطب wohnen يعني تسكن. طيب الفيرب اللي جاي معانا وهو lieben. lieben يعني يحب. lieb دوت الفيرب شتام والاندونج اللي هي الاي ان هتبقى ich liebe du liebst sie es liebt wir lieben ihr liebt sie وزي للمخاطب lieben يعني أنا أحب أنت تحب هو هي والمحايد هو يحب نحن نحب. ihr liebt أنتم أو أنتن تحبوا. sie هم أو زي للمخاطب حضرتك. lieben حضرتك تحب. الفيرب اللي جاي معانا هو فيرب lachen يعني يضحك. فإيش هتبقى lache أنا أضحك. du lachst أنت تضحك. sie es lacht هو يضحك. wir lachen نحن نضحك. ihr lacht أنتم أو أنتن تضحكوا. sie وزي حضرتك lachen يعني هم يضحكوا. طيب الفيرب اللي جاي معانا هو kochen. kochen يعني يطبخ. فهتبقى ich koche du kochst sie es kocht wir kochen ihr kocht sie وزي kochen أنا أطبخ أنت تطبخ هو أو هي أو المحايد هو يطبخ. نحن نطبخ أنتم أو أنتن تطبخوا. هم أو حضرتك للمخاطب فهم يطبخوا. طيب علشان ما اطولش عليكم، القائمة اللي جاية معانا هنتكلم فيها عن القاعدة الشاذة اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، وهي ان لما الفيرب شتام endet mit s z oder sz nur mit du بنحذف الاس وبنخلي التي. مع الدو احنا عارفين ان احنا بنضيف اس تي،
لكن لو الفيرب انتهى بإس أو تسيت أو إس تسيت بنحذف الإس. طيب هنعرف دلوقتي القايمة اللي معانا، وبعد كده هناخد مثال على القايمة ديت بحيث ان انا مطولش عليكم، لان خلاص يعني الموضوع شبه اتحفظ، الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. القايمة اللي بتنص على القاعدة ديت هو أول فيرب معانا heißen. heißen يعني سمي، benutzen يعني استخدم، grüßen يحيي، يحيي شخص، putzen ينظف، reisen يسافر، schließen يغلق، tanzen يرقص. هناخد دلوقتي مع بعض فيرب من القايمة ديت وهو heißen يعني يسمى أو يدعى، سمي. هو ليه سمي؟ علشان مثلا بقولك إيش heiße محمود، أنا أدعى محمود. ليه؟ لأن الناس هم اللي بيدعوني، فهنا دوت مبني للمجهول، لأن الفاعل مجهول مش عارفينه، هم الناس اللي مقصود بيها. فالفيرب شتم معانا heiß بينتهي بالاست، فنلاحظ ان مع الدو هنا مش هيبقى فيه الاس. جميل. فهتبقى ich heiße، du heißt، er sie es heißt، wir heißen، ihr heißt، sie وزي حضرتك heißen. أنا أدعى، أنت تدعى، هو هي للمحايد هو يدعى، نحن ندعى، ihr heißt أنتم أو أنتن تدعوا، sie وزي للمخاطب heißen هم يسموا. جميل. طيب القاعدة التانية كانت معانا وهي إن الفيرب شتام endet mit t oder d nur mit du es sie وإيا نضيف ايه قبل النهايات. عندنا القايمة النهاردة هي antworten اللي خدناه المرة اللي فاتت، وبعد كده baden يعني يستحم، bilden يعني يبني، finden يجد، kosten يعني يكلف وبتيجي برضو بمعنى يتذوق زي schmecken هناخدها في المستقبل، reden يتكلم، reiten يركب خيل، verbinden يربط، öffnen يفتح، rechnen يحسب شيء. الفيربين دولت هم جداد علينا، اني بينتهي بان وبرضو بيتنص عليه القاعدة ديت. تمام. فنلاحظ ان öffnen ورechnen بتسير مع القاعدة ديت مع انه هو منتهي بان مش بتي او دا دي. طيب ناخد مثال عشان يتضح معانا القاعدة. طبعا انتوا اللي مطالب منكم ان انتوا تحفظوا القايمة ديت، وكده كده القاعدة عندكم ثابتة، ولكن تحفظوا الفيربين دولت معاكم لان هم بيندرجوا تحت القاعدة ديت. طيب هناخد الفيرب öffnen يعني يفتح، فالفيرب شتام öffnen والendung en، فهتبقى ich öffne، du öffnest، ضفنا ايه اهوت، er sie es öffnet، wir öffnen، ihr öffnet، sie وزي öffnen. أنا أفتح، أنت تفتح، هو هي المحايد هو يفتح، نحن نفتح، أنتم أو أنتن تفتحوا، هم أو حضرتك للمخاطب فهم يفتحوا. تمام. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، ما عليك غير انك انت تحفظ القاعدتين والفيربين اللي هما öffnen ورechnen بس مع القواعد، وبعد كده كل اللي مطالب منك مع الübung هنا انك تكتب لي في الكومنتس تحت الحلول بتاعة ال10 اسئلة دولت. جميل. بحيث ان انت تمارس واشوف لو حضرتك غلطت في حاجة ونبتدي نتعلم من بعضينا ونشوف ونبدأ خطوة بخطوة. فياريت تكتب لي في الكومنتس تحت لو عندك نقطة مش فاهمها، وتكتب لي حلول ال10 بونكت دولت. انت بس كل المطلوب منك اللي هو ergänzen Sie die Lücke او ergänzen Sie يعني اكمل الفراغات. فاكتب لي في الكومنتس تحت الفراغات ديت هنكملها بايه، وانا ان شاء الله اشوفها، ولو كله تمام هكتب لك انه تمام، لو في عندك غلطة في اي حاجة ان شاء الله هصححها لك. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم.
موضوع سهل جدا، ما تصعبش الدنيا على نفسك. Deutsch macht Spaß يا شباب. Wenn dir dieses Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. euer محمود. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم وتعملوا لايك وشير عشان الفايدة تعم. سلام عليكم يا شباب، دمتم بألف خير.